النهارده عندي تصوير في التلفزيون في قناة ETC، وكالعادة مش مجهزة أي حاجة، وكالعادة رايحة بوصفاتي الطبيعية في الحلقة. شعري لسه قصاه معاكم قريب. تعالى اقول لكم نعمل الكيرلي ده ازاي من غير اي تكاليف ومن غير ليف ان، ويعيش معاكم يومين 3 4 5 من غير ما يهيش وبلمعة ومفرفط من بعضه، مش ملزق في بعض. اول حاجة بغسل شعري طبعا بالشامبو والبلسم العادي او حمام الكريم. انا هنا غسلاه حمام كريم فاتيكا اللي هو الكيس ده، اللي بحبة البركة ده على فكرة بيرطب الشعر جدا. انا غاسله شعري بيه وبرده هعمل الكيرلي بيه. اول حاجه طبعا الشعر يكون مبلول كويس، بس يعني ايه مبلول كويس قوي، مش اللي هو في حتت ناشفه، عشان الحتت الناشفه دي هتطلع هايشه لو في حتت ناشفه في الشعر مش مبلوله. وهوزع حمام الكريم على شعري كله. حته حمام الكريم دي انا استخدمتها بدل الليف ان، بيدي لمعه حلوه قوي للشعر وبيثبته تثبيته حلوه. قلبت راسي كلها لقدام وعملت سكرانشنج كده زي ما بيقولوا بتوع الفيسبوك والانستجرام. المهم ان انا فرطته من بعضه وخليته بقى كده على وضعه لحد، يعني المفروض ان انا هسيبه كده. المهم يكون الشعر متسلك كويس. هسيبه كده لحد ما ينشف على الوضع ده، مش هفرطه من بعضه، هيكون زي خصلات. الجزء اللي قدام زي ما انتم شايفين عندي شعر خفيف جدا ودي براسة. بس الفترة اللي فاتت دي الموضوع زايد شوية، شوية انيميا على شوية توتر، اي حاجة بتطير الشعر. المهم الحته اللي قدام دي علشان يبان انها فيها فوليوم شويه وترفع شويه ويبان انها تقيله شويه، هعملها كويلنج على صوابعي كده، او يعني هلفها على صوابعي وعلشان تبقى واخده كيرفات زياده شويه، خصوصا ان القصه بتاعتي بتتفرد من اقل حاجه، فهي طول الوقت مفروده مش راضيه تعمل كيرلي، لان الكام شعريه اللي قدام دول اضعف حاجه في الشعر كله. الشعر من ورا كله تمام، بس هي الحته دي اللي بتحتاج مجهود زياده شويه. فمش بحط لها كريم كتير علشان تدي فوليوم وتهيش شويه، وفي نفس الوقت بديها حته زياده كده في اللف. هي دي بس اللي بعملها. باخد كده الكويلنج على صوابعي وبعد كده انزله لحد ما اخلص الجزء اللي قدام، وهسيبها كده مش هفكها، علشان لو فكيتها دلوقتي الشعر ممكن يهيش. فهسيبها وهثبت الشعر على نفس الوضع كده. لو عندكم سشوار ممكن تنشفه بالسشوار، ولو مفيش هتسيبوا الشعر كده زي ما هو. وانا الصراحه بفضل دايما ان انا اسيبه، حتى عندي الديفيوزر وعندي السشوار، بس مش بحب ان انا انشفه، لاني بحس ان هو بياخد وضع مختلف عنه. يعني عادي اوقات لو مستعجلين نشفه بالسشوار، بس مش السشوار بالديفيوزر اللي هي الحته اللي عامله زي القرصه المعاجوه في اخر السشوار دي. سبته لحد ما نشف خالص، ما فيهوش حته مبلوله. زي ما انتوا شايفين كده بيبقى منشي، عامل زي لما يكون انت حاطه للشعر جل. بعد كده هبدأ بقى افك الشعر كله بصوابعي كده. لو فكناه في الوقت ده مش بيهيش، لكن لو فكناه هو مبلول هيهيش وهيعمل معانا الهيشان اللي مش مقبول، لكن كده هيعمل فوليوم كويس. بعد ما قلبته بقى هو ده الشكل بتاعه. برضو القصة مفرودة شوية بس هي مقبولة. بقية الشعر عامل كيرلي قوي، لكن الحتة بتاعت القصة بتاعتي مفرودة برضو شوية عشان عاملاه بالمكوى قريب. لازم ياخد شوية وقت كده لحد ما يتظبط. الناس اللي قلقانه تحط حمام كريم وتسيبه، ما تقلقوش، انا بعمل التريك دي من زمان. بس لو عندك ليف انه بتستخدميه استخدميه طبعا، بس لو ما فيش الحمام الكريم ده هيكفيكي